وفيما يلي لقاء برسم المجموعات المسلحة التي تحرق السيارات وتكسر المحلات وتضرب المواطنين وتعتدي على حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم لمجرد أنهم لا يخرجون في المظاهرات، مع سؤال برسم الإجابة: هل هذه هي الحرية التي يطالب البعض بها والديمقراطية التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية؟ أحد ضحايا المجموعات الإرهابية المسلحة في حمص روى لتلفزيون الدنيا قيام هؤلاء باختطافه وضربه بوحشية وإلقائه بعد الظن بأنه قد فارق الحياة. عدد فوق 10 من الملثمين بأسود مبينين بس عيونين، الدوائر عيونين، وفي منهم تخوني دقن كثيفي صايرة أسود، وأخذوني عاد ضرب على من باب مباشرة بيؤدي إلى دهليز صاير قبو غميق، بس نحن أثناء الضرب يعني الدرجة بالعشر درجات زدت فيها يعني حتى وصلنا للقاع الغرف. سمعنا عاد أصوات أول أصوات أنين وعياط كل الغرف، كل واحد بجهة حطه، وفرجونا جسي طبعا احنا بدون نشوفه جاهل، بس اللي كنا ملقوطين جسي صاير منظر مقطع يعني الجسد من الظهر حاطينه على زاوية وقاطينه كأنه قطعة يعني من قبو لقبو. من نسمع قفل من يعني أكثر من 6-7 طقات يعني يقفلوا علينا بعدين من مزرعة لمزرعة يتصلوا ببعضهم يشاوروا بعضهم حيترتب يعني أمراء شيوخ كذا بالمرحلة هذه، مزرعة فلانية وجهة فلانية، بعدين يحطونا ببواري مثل مجارير صغيرة ويجرونا جر فيها على ظهرنا مع صواعق كهربائية وضرب، وحكوا عن النظام وحكوا عن هيك اللي صار يعني. ضربوني على راسي بالخلف. على آخر مرحلة يحطونا ضمن حاوي إنه على أساس موتى، يقترحوا أحد الزعماء اللي عندهم إنه يحطون على طرف الرصيف وضربوا كل واحد حجرة وجبتوا الهويات مشان يصيروا عبرة، يموتوا كلاب وفطس.